توصل للاعبي فريق النادي المكنسي دائما خطوره وارده. كامارا هدف لصالح فريق النادي المكنسي مع بدايه المقابله. السنغالي باب دياي يسجل اول هدف هذه المقابله. يمكن نقول بانه فريق النادي المكنسي الان غادي نتحمل مسؤوليته في هذا الكلام، بانه حسم بشكل كبير في نتيجه المقابله، لانه الان فريق اف تي سيكونس ما بقاش فقط خصو 3 الاهداف ولكن 4 الاهداف، اللي هو امر غادي يكون صعب وصعب للغايه. يهيئ الكره، محاوله والهدف الثاني ممتاز. فوزي الخمالي هو بابندا يعتقد هو اللي سجل الهدف، يسجل الهدف الثاني. هدفين للصفر في التوقيت الزمني المحدد 33 دقيقة. إذا أكيد غادي نتابعوا الإعادة لهذه المحاولة الجميلة. خمالي فوزي يصنع هذا الهدف. بابندياي كان في المكان المناسب. بابندياي إذا ما كانش موفق بشكل كبير مع فريق الرجاء، وكذلك سبق التألق أنه مع يوسف ياس برشيد، الآن يمكن نقول بأنه فريق النادي المكنسي يسجل الهدف الثالث. متابعة جيدة من دابو محمد، في حين الحارس وفير هشام في شبه راحة. بالفعل